لو فضلتي تقولي على كل اللي جواكي تعب، عمرك ما هتخفي. لأن الحقيقة إن انتي مش تعبانة، انتي منهكة نفسيا. لأن التعب بيتحل بنومة، لكن الإرهاق النفسي بيحتاج فهم واحتواء وحدود. لو بتقومي من النوم مش طايقة اليوم، ولو بتخلصي اليوم وانتي مش فاكرة عملتي ايه، يبقى الفيديو ده ليكي ولازم تسمعيه لحد الآخر. يعني ايه انهاك نفسي؟ علم النفس بيفرق ما بين 3 حاجات: التعب والإجهاد والإنهاك النفسي. التعب بيعدي بشوية نوم، والإجهاد بيعدي لما ترجعي ترتبي ضغط الشغل وضغط المسؤوليات. إنما الإنهاك النفسي بتعيشي فيه سنين وانتي شايلة، ساعات حتى من غير ما حد يشيلك، من غير ما تحسي بالأمان، من غير ما تشتكي، ومن غير ما تقفي واقفة مع نفسك. الإنهاك النفسي مش بيخليكي تدي، بيخليكي تفضلي ساكتة ومكملة ومطفية. وده بيحصل مع ستات كتيرة قوي، خصوصا عندنا هنا. لأن الست الشاطرة هي اللي بتستحمل، هي اللي بتسكت، وهي اللي بتكمل، وهي اللي أكيد ما بتتعبش. فبالبلدي كده هي سوبر وومن. خليني أحكي لك عن حالة جاتلي. هغير شوية تفاصيل بسيطة حفاظا على الخصوصية، ولكن هنسميها مدام دال. ست عندها 46 سنة، شغالة، كل الناس شايفاها قوية ومنظمة ومسؤولة. دخلت الجلسة وقالت لي جملة واحدة: أنا مش زعلانة، بس ما بقتش قادرة. ولا كانت مكتئبة، ولا كانت بتعيط، ولا كانت بتقولي أنا عايزة أموت. بس قالت لي إن هي مش حاسة بأي حاجة، مش طايقة أي حد، بقت بتنسى كتير، وبتتخانق على حاجات تافهة مع طوب الأرض، وبتحس إنها وحشة. سألتها آخر مرة حد سأل أنتي عاملة إيه بجد كان إمتى؟ سكتت، وهنا ابتدت تعيط. ردت عليا وقالت لي: أنا دايما القوية، أنا دايما اللي بشيل، أنا دايما اللي بستحمل، بس بجد أنا تعبت من أن أنا أكون قوية. وهنا تأكدت إن هي اتحرقت، إن هي عندها إنهاك نفسي هاي فانكشنينج عند كل الناس اللي شغالة وبتنجز ومش باين عليهم أي حاجة. مش بتقع، بس بتتحلل من جوه حتة حتة. يا ترى انتي زي مدام دال؟ تعالي نشوف مع بعض. لو بتعملي حاجات دول ركزي بقى. 1: بتصحي تعبانة مهما نمتي. 2: صوتك الداخلي قاسي جدا عليكي. 3: حاسة بالذنب لما بترتاحي. 4: أي طلب زيادة بيحسسك إنك هتنفجري. 5: على طول ناسية ومتشتتة. 6: فقدتي الشغف في كل حاجة. 7: قولي مش مهم على حساب نفسك. 8: ظهرك ورقبتك دايما بيوجعوكي. 9: لو بتقومي بتحسي بدوخة وكأنك هتقعي. 10: بتكملي مهما حسيتي أو ما حسيتيش. عايزة أقولك يا عزيزتي إن ده مش ضعف، انتي بس أعصابك استنزفت تماما. خدي وقت مع نفسك وراجعي العلامات دي وشوفي لو هي موجودة فيكي.